تاريخ الأندلس بالتحديد هو واحد من أهم الحقبات اللي حصلت في تاريخ المسلمين، وهنا بيجي سؤال مهم: هو احنا ليه أصلا بنتكلم في التاريخ؟ وليه أنا اهتميت إن القناة بتاعتي تكون محتواها قصصي؟ ليه بحب أتكلم في القصص والتاريخ وأعلمك الموضوعات دي؟ ناس كتير ممكن تقول انتوا ليه بتتكلموا في التاريخ وبتبقوا على اللبن المسكوب؟ ما تخلينا في حاضرنا ومستقبلنا ونبص لقدام. وهنا أنا عايز أقول لك إن أكتر من تلت القرآن الكريم عبارة عن قصص. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم قصص كتيرة جدا، منها قصص الصالحين ومنها الطالحين، وقصص الأنبياء واللي اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وكمان قصص تانية عن اللي خرجوا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. وعرفنا من القرآن إيه هي كانت نهايتهم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم على أعمالهم دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول والأفهام. فعشان كده الكلام في القصص والتاريخ والأخبار بتاعت الأمم السابقة مهم جدا، ولازم ناخده بمنطلق التفكر والدراسة والتدبر. والكلام عن تاريخ الأندلس بالتحديد مش الهدف منه إن احنا نحرك قلوبنا أو مشاعرنا، ولا إن احنا نبكي على الحضارة اللي راحت مننا، لكنها دعوة للتدبر والتفكر. الهدف من دراسة التاريخ هو إظهار الحقائق، إظهار الحقائق اللي كتير جدا من أهل الباطن على مر التاريخ بيحاولوا يلغوها ويطمسوها، ومحاولاتهم المستميتة في تزوير التاريخ الإسلامي وإظهار الباطل بدل الحق. وكمان دراسة التاريخ مهمة جدا لأن سنن ربنا سبحانه وتعالى دايما ثابتة ما بتتغيرش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمثلا كلنا عارفين ان درجة غليان المية هي 100 درجة، وهتفضل 100 درجة، هتفضل 100 درجة لحد يوم القيامة، ان دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. فتخيل كده ان درجة غليان المية النهارده كانت 30، وبكره 50، وبعده 70، وبعد كده 100، فدرجة الحرارة عمالة طالعة نازلة واحنا مش عارفين اصلا. فلو سنن ربنا سبحانه وتعالى في الارض مش ثابتة، حياتنا مش هتستقيم، مش هنبقى عارفين اصلا الصح من الغلط، مش هنبقى عارفين الحاجات اللي احنا المفروض نمشي عليها. لو مفيش ثوابت حياتنا مش هتستقيم. احنا عارفين ان النار بتحرق، لو حطيت اي حاجه في النار هتتحرق، فدي من الثوابت والسنن اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الارض. لكن طبعا كل شيء وليه استثناء، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فبالرغم من ان كل البشر عارفين ان النار بتحرق، لان ربنا سبحانه وتعالى استثنى ده مع سيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم عليه السلام دخل النار وما اتحرقش وخرج منها سليم وما كانش فيه اي حاجه، وده كان استثناء خاص بسيدنا ابراهيم عليه السلام. دي معجزه ربنا سبحانه وتعالى وضعها لسيدنا ابراهيم عليه السلام. لكن سنه ربنا سبحانه وتعالى ان النار بتحرق. نفس الكلام التاريخ برضه ثابت، سنن ربنا سبحانه وتعالى ثابته على مر التاريخ. فلو ذاكرت التاريخ هتلاقي ان الاحداث بتتكرر، نفس الاحداث اللي بتحصل للي فاتوا بتحصل دلوقتي وهتحصل قدام. من سنن ربنا سبحانه وتعالى ان الاحداث بتتكرر في التاريخ. يعني لو حصل مثلا من 100 سنه حرب بسبب حاجه معينه، هيحصل نفس الحرب دي لو عملنا نفس الحاجه المعينه اللي هم عملوها. ولو هم عملوا حاجه معينه في خلال الحرب دي ادت ان هم ينتصروا، فاحنا لو عملنا نفس الحاجه دي هننتصر. فالتاريخ بيكرر نفسه بطريقه عجيبه جدا. فلو قرات الاحداث اللي حصلت من 1000 سنه او اكتر، هتلاقي نفس الاحداث دي بتتكرر في حياتنا دلوقتي، هي نفس اللي بيحصل دلوقتي باختلاف الاماكن والاسماء. فالمؤمن الناجح العاقل بيقرر نفس الحاجات اللي عملوها اللي قبلنا ونجحوا فيها، وما بيكررش الاخطاء اللي هم وقعوا فيها. تاريخ الاندلس بالتحديد بيشمل اكتر من 800 سنه من التاريخ الاسلامي، فترة كبيرة وعظيمة جدا حصل فيه أحداث كتيرة جدا لازم نتكلم عنها ولازم نعرفها. تاريخ الأندلس بدأ من سنة 92 هجريا لسنة 897 هجريا. فأكيد من العجائب إن المسلمين ما يبقوش عارفين فترة كبيرة جدا من تاريخهم، أكتر من 800 سنة من تاريخهم محدش يعرف عنهم حاجة. وبسبب إن تاريخ الأندلس كبير جدا أكتر من 800 سنة، ففي خلال ال 800 سنة دول حصلت دورات كتيرة جدا، حصلت فترات كتير من القوة وفترات كتير من الضعف والانهزام. فحصلت في خلال ال 800 سنة دول كتير جدا من فترات القيام والسقوط. ففي خلال الفترة دي كتير من الدول قامت وفتحت فتوحات كتيرة جدا حواليها، والعكس تماما حصل مع دول تانية سقطت وانهزمت وما بقيناش حتى نسمع عنها في الفترة اللي احنا فيها دي. وكمان ظهر في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع والخايف الجبان والتقي الورع والمخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى والأمين على نفسه وعلى دينه والخاين لنفسه ولدينه. نماذج كتيرة جدا ظهرت في الفترة دي سواء من الحكام أو من عامة الناس. فمعظم المسلمين دلوقتي ما يعرفوش مين هو موسى بن نصير، ولا يعرفوا طارق بن زياد، ولا يعرفوا عبد الرحمن الداخل. فمثلا لو قلت لواحد تعرف صقر قريش، يقول لك اه طبعا دي منطقة موجودة في القاهرة في مصر، لكن مش هيبقى عنده أي فكرة عن صاحب اللقب ده، مش هيبقى عارف مين هو صقر قريش. المؤرخين قالوا لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من بلاد الأندلس. فمين هو عبد الرحمن الداخل ده؟ ومين هو يوسف بن تشفين المجاهد العظيم؟ ومين هو أبو بكر بن عمر اللمتوني المجاهد العظيم اللي دخل الإسلام في أكتر من 15 دولة إفريقية؟ مين يسمع عن دولة المرابطين؟ ومين يسمع عن دولة الموحدين؟ مين يعرف مسجد قرطبة اللي كان أوسع مسجد موجود في العالم في زمانه واللي بعد كده للأسف اتحول لكنيسة؟ مين يعرف مسجد إشبيلية وجامعة قرطبة والمكتبة الأموية؟ مين يسمع عن قصر الزهراء وقصر الحمراء؟ كل المباني والمنشآت دي هي تحف معمارية خالدة وموجودة لحد النهاردة، بيتم زيارتها كل يوم من المسلمين وغير المسلمين. مين يسمع عن المعارك والحروب اللي حصلت في تاريخ الأندلس؟ مين يسمع عن معركة وادي برباط
المعركة اللي بسببها حصل الفتح الإسلامي للأندلس. مين يسمع عن موقعة الزلاقة؟ مين يسمع عن موقعة العقاب؟ موقعة العقاب اللي حصل فيها هزيمة ساحقة للمسلمين، مات فيها أكتر من 80 ألف مقاتل مسلم، بالرغم إن عدد المسلمين في موقعة العقاب كان أكتر بكتير من عدد الأعداء اللي كانوا بيواجهوهم، لدرجة إن المؤرخين قالوا إن بعد موقعة العقاب ما بقاش في أي شاب مسلم صالح للقتال سواء في الأندلس أو في المغرب العربي. مين يعرف إمتى وإزاي سقطت الأندلس؟ وإيه هي أسباب السقوط والانهيار؟ ومين يعرف إن في الوقت اللي سقطت فيه الأندلس في غرب أوروبا هو نفس الوقت اللي اتفتحت فيه القسطنطينية في شرق أوروبا؟ ودي طبعا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده في الأرض. وإيه هي مأساة بلنسية واللي اتقتل فيها أكتر من 60 ألف مسلم في يوم واحد؟ ومأساة أبدا اللي اتقتل فيها برضو أكتر من 60 ألف مسلم في يوم واحد؟ ومأساة بربشتر اللي اتقتل فيها أكتر من 40 ألف مسلم في يوم واحد، واللي اتساب فيها أكتر من 7000 بنت بكر من فتيات بربشتر؟ حدث يعتبر هو نفس الحدث اللي اتكرر في زماننا ده في البوسنة والهرسك. فتاريخ الأندلس ثروة كبيرة جدا من العلم والخبرة والمعرفة والعبرة، فصفحاته ومواقفه وأحداثه طويلة جدا أكتر من 800 سنة من التاريخ الإسلامي. فاحنا بإذن الله في خلال سلسلة الأندلس من الفتح للسقوط هنتكلم عن الأحداث اللي حصلت في تاريخ الأندلس، نحاول نسرد الأحداث اللي حصلت في خلال ال 800 سنة دول عشان ناخد من تاريخ الأندلس ده العبرة والعظة، عشان نعرف أسباب النصر ونعمل زيها، ونعرف أسباب الهزيمة ونتجنبها، عشان نعرف مواقف التاريخ الإسلامي اللي كان فيها عزة وقوة للدولة الإسلامية، ونعرف المواقف اللي كان فيها ضعف وانهزام للدولة الإسلامية. إن شاء الله كل الأسئلة اللي طرحناها في الفيديو ده والمواقف اللي اتكلمنا عليها سريعا هتكون هي إن شاء الله موضوعنا في الفيديوهات اللي جاية. لو أنت متابع فيديوهاتي هتبقى عارف إن أنا عندي سلسلتين رئيسيتين. السلسلة الأولى هي سلسلة بداية الخلق، والسلسلة الثانية هي سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة، فإن شاء الله دي هتكون السلسلة الثالثة، سلسلة الأندلس من الفتح للسقوط، وبإذن الله هحاول أمشي في الثلاث سلاسل بالتوازي. فلو ده أول فيديو تشوفه ليا انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد، وأكيد ما تنساش تدعي لإخواتنا في غزة بالنصر والتمكين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.